عايز اقول كلمتين للناس على قناة الزمالك وفي برنامج زملكاوي، وبالتحديد للكابتن خالد الغندور والطبال الجديد اللي اسمه مصطفى الفخراني، اللي هو بيقول لك عليه خبير اللوائح. انا مش عارف جايبينه مننا داهيه ده، وبيقول لك عليه خبير اللوائح. اي واحد طلع قال لك كلمتين جايبهم من بحث على جوجل بيقول لك عليه خبير لوائح، وهو اساسا بيفضل يهجس في اي كلام وما يعرفش اي حاجه. امبارح وكالعاده بدأوا الحلقة بتحليل مباراة الزمالك والاتحاد، وقد ايه الزمالك بقى فريق عظيم، وقد ايه الزمالك عاد لطريق الانتصارات والمولد والقصة اللي انتوا عارفينها دي، مع ان الزمالك ما بقالوش غير ماتشين بس فايز، والحمد لله قدر ان هو يأمن المركز الرابع. انتوا متخيلين ان هم طالعين فرحانين بحاجة زي كده؟ بعد طبعا ما الفقره دي خلصت دخلوا على فقره التمجيد في سياده المستشار، ودي دايما بتكون تاني فقره او اول فقره، بس عشان كان في ماتش امبارح ففقره التمجيد والتفخيم في سياده المستشار كانت تاني فقره. بدأوها طبعا بان قد ايه سياده المستشار مرتضى منصور راجل جامد جدا، وقال لك بقى بص، قال لك حاجه فضيحه امبارح على قناه الزمالك. قال لك كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي واتحاد الكوره حسوا برعب وخوف شديد جدا جدا بعد رد او اعلان الفيفا عن شكوى الزمالك. لحظه بس، يعني الفيفا هيسيب دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا وكاس العالم اللي جاي وكاس العالم اللي رايح ومشاكل ال 365 الف دوله على مستوى العالم، وهيطلع يرد ويقول احنا فعلا نادي الزمالك تقدم لنا بشكوى؟ طب لحظه، قال لك حاجه تانية اللي اسمه عبد الشافي صادق ده، قال لك اول نادي مصري يتقدم بشكوى للفيفا او يعمل ملف زي ويقدمه للفيفا. انا عايز اقول لكم على حاجه، على الفضايح اللي في الملف ده. انتوا عارفين الزمالك بعت في الشكوى دي يقول ايه؟ بعت يقول لك ان جماهير الاهلي بتقول على الاسماعيلي مانجا، وبتقول على شيكابالا المرحوم، وان كهربا لاعب، مع ان لجنه التظلمات ما واخده قرار بايقافه 12 شهر. طيب الناس دي قصدي 12 مباراه. طيب الناس دي هنقول ان هم ايه، طالعين عشان السبوبه، وكل واحد فيهم بيقبض له 60 70 الف جنيه على قفا نادي الزمالك وعلى قفا جماهير نادي الزمالك. ولكن عايز ارجع لخالد الغندور اللي هو لاعب كره القدم. طب دي ناس بتروج للاكاذيب علشان بتطبل لسياده المستشار وعلشان تحافظ على لقمه عيشها في قناه الزمالك. لكن انت يا كابتن خالد الغندور اللي ممكن تشتغل في اي قناه وفي اي مكان، ايه دوافعك انك ليل نهار عمال تهجص في الكلام وتقول كلام من وحي الخيال، كلام ما يقولوش اصلا ناس مجانين مش ناس عاقله، وعمال تروج له، وما عندكش غير الاهلي الاهلي الاهلي، والاهلي حس بالرعب، والاهلي سحب شكوته من لجنه التظلمات علشان الزمالك قدم شكوى للفيفا. طب انا عايز اقول لكم على حاجه بس، لما انتوا جامدين قوي قوي كده، ليه نادي مارتيمو البرتغالي خد عليكم حكم بمليون و300 الف دولار؟ ليه اتشمبونج خد عليكم حكم ب 350 الف يورو؟ ليه بوطيب خد عليكم حكم؟ ليه حمد النقاز خد عليكم حكم؟ لما انتوا جامدين قوي كده وسياده المستشار جامد جدا جدا كده. طب اقول لكم على حاجه كمان، فين قضيه نادي القرن؟ فين قضيه نادي القرن اللي فلقتونا بيها 3 سنين ورا بعض وقلتوا قدمنا شكوى للفيفا قدمنا شكوى للفيفا؟ لما انتوا جامدين قوي كده، فين قرار الفيفا في قضيه نادي القرن؟ لك الله يا زمالك باللي بيحصل لك على قناه الزمالك من الزملكاويه، والله ما حد بيهد نادي الزمالك غير الزملكاويه. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه.